بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وأسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. معاكم جد عصام، مكاني عزبة النخل القاهرة، تليفوني 0100 136 7277. اي حد بيتصل بيا انا برد على كل الناس على قد المعلومة اللي بتبقى عندي من خبرتي في تربية الارانب. حتى لو حد اتصل بيا وانا مش جنب التليفون او ما سمعتوش، انا بتصل بيه تاني، ما بسيبش حد الا لما برد عليه. النهاردة انا هتكلم على موضوع مهم جدا جدا جدا. ازاي يا جد عصام، واحد بيسألني في الحر ده والارانب عندك بتولد ما شاء الله والامور ماشيه معاك كويس، هقول لك انا على حاجه طبيعيه وحاجه عاديه جدا لاي حد بيفكر تفكير سليم. النهارده اهم حاجه حضرتك عشان الارانب تشتغل معاك يبقى لازم السلالة الكويسة. يعني ايه السلالة الكويسة يا عم عصام؟ يعني ارنب هجين زي البيبيون اللي حضرتك شايفه دون في عز الحر ولد امبارح. طب ايه السبب ان الارانب بتولد وبتشتغل وعندنا ما بتشتغلش؟ السبب بيتكون من حاجتين اتنين، خد بالك منها: سلالة كويسة ونضف كويس، وبعد كده اهم حاجة العلف. العلف لازم يكون متوازن. حضرتك اي حد بيأكل علف هتلاقي فيه ورقة كده جوه الشكارة مكتوب فيها ان العلف فيه بروتين خام والياف وطاقة مهضومة ودهن خالي ومضاد فطر ومضاد سموم ومنشط وبريمكس وخمائر جافة ومش عارف منشط بكتيريا والحاجات دي كلها. كل ده هتلاقيه حضرتك في شكارة العلف اللي انت بتأكل منها. طب انا عملت ايه السنة دي يا جماعة؟ والله العظيم 3. انا السنة دي ولا نزلت كالسيوم ولا نزلت فيتامين سي ولا نزلت اي حاجة للارانب. قلت لازم اشوف العلف اللي انا شغال بيه طالما هو في كل الحاجات دي. طب انا ليه اجيب كالسيوم او ليه اجيب فيتامين سي او الحاجات دي كلها؟ ما هي موجودة في العلف، والحمد لله العلف كان اكتر من ممتاز. وزي ما انت شايف الارانب في عز الحر ولدت، وزي ما انت شايف دي والدة امبارح. بص كده بسم الله ما شاء الله اهي، بص جايبة كام، اتفرج على الجمال واتفرج على الحلاوة. 2 4 6 8 اهي. ده بفضل العلف المتوازن اللي انا باكل منه، زائد النظافه، زائد السلاله الكويسه. يعني انت يا عم عصام لما الارنبه بتولد انت ما بتعملهاش اي حاجه؟ والله ما بعمل لها اي حاجه، ولا بدي حقن ولا بدي اي حاجه. انا ممكن لو كان متوفر عندي حته جزرايه لقمه ناشفه مش عارف ايه اديها للارنبه، غير كده انا ما بديش اي حاجه. عشان كده حضرتك لو بصيت على السلاله اللي موجوده عندي بسم الله ما شاء الله، عمر 5 شهور، ارانب بكر للبيع. بص منظر الارنب، قول بسم الله ما شاء الله. بص كده الجمال، هي دي الارانب اللي تفتح النفس. طب دون بفضل ايه؟ بفضل ان انا باكل علف كويس، علف متوازن، علف فيه كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الارنب. وبالتالي انا ما بخافش لا حر ولا مش حر. طالما الارنب عندي نوع السلالة بتاعته كويسة يبقى انا ما بخافش. بص كده الجمال، شايف من منظر الارنب ده عمر 5 شهور، دي كلها ارانب بكر. انا ما ببيعش الا ارانب بكر عمر 5 شهور، غير كده انا ما ببيعش اي ارانب. يبقى اهم حاجة حضرتك راجع نفسك في العلف اللي انت بتأكله. شوف العلف معدل التحويل بتاعه كويس، الارانب بترضع كويس، الارانب
ما عندهاش اي مشاكل، يبقى انت خليك على العلف اللي انت بتأكل منه. لو عندك اي مشاكل تانية، لا، غير العلف وشوف علف كويس تبدأ تأكل منه. أتمنى أن أنا كنت فدتك في الفيديو ده، وإلى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.